لقد اكتشف الشعب الجزائري مؤخرا أرقاما مهولة من الأموال التي نهبت. هذه عائلة واحدة عندها 500,000 مليار. تصوروا يعني الباقي. هذا المال كان قعد، كانت الجزائر فيها تصبح قوة اقتصادية قارية ومتوسطية وغيرها. بالإضافة إلى الموضوع الأساس فيها الذي تحول فيه عبد المجيد تبون إلى أضحوكة على مستوى الإعلام العربي والعالمي، بعد ماذا؟ بعد حديثه عن 36 مليار دولار وجدوها في منزل أسرة جزائرية. مبلغ ماشي مبالغ فيه، مبلغ ولا في الخيال. بمعنى آخر قالوا مليون دولار لكل جزائري. خلفت تصريحات أخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باسترجاع ما مجموعه 36 مليار دولار من الأموال من عائلة واحدة. تلك التصريحات أثارت جدلا واسعا بين الجزائريين، منهم من يقول إنها خطوة كبيرة ومن بينهم لم يصدق ذلك الرقم. تبون وفي حديثه أمام مسؤولين محليين قال إن الدولة استرجعت من عائلة واحدة 500,000 مليار. Oh my God! Wow! أما أنكم تعثروا على 36 مليار دولار بهذه الطريقة ويمر في كلمة يجيبها على الهامش في حديث للولاة، أنك تجد 36 مليار دولار عند مواطن واحد، هذه رأي من المفروض تشكل مباشرة محكمة خاصة، لأنه إذا كان هذا فرد واحد عنده 36 مليار دولار التي هي ميزانية دول تشري لك دولة تولي تابعة للجزائر، يعني بهذا المنطق وعادي جدا يجيبها على سبيل أنا لقينا عند مواطن واحد 500,000 مليار اللي ما يعادل 36 مليار دولار. يا غبي حبيبي. هل يمكن أن يكون هذا الرقم صحيحا؟ كيف يمكن الاحتفاظ ب36 مليار دولار كتلة واحدة؟ فلنفرض أنها كاش من أوراق 100 دولار. المليون دولار هذا هو المليون دولار فقط، حجمه بهذا الحجم. يمكن أن تضعه في خزانة. جميل، لديك مليون تحفظه في الخزانة. لنفرض أنها 100 مليون دولار، هذا هو حجمها، كبيرة، تحتاج لحاوية شحن بحري على سفينة كي تنقل. أما بالنسبة للمليار هي 1000 مليون. هذا هو 1000 مليون. لا يكفيها هذا الاستوديو، كبيرة جدا. كيف إذا كان معك 36 مليار دولار؟ كبيرة. اختفيت أنا هنا، لا يمكن عدها، لذلك يصعب تصديق أن هذا المبلغ كاش. عدد الجزائريين الأميين الذين لا يحسنون لا الكتابة ولا القراءة عددهم 90% من المواطنين.